السلام عليكم. تصريح خطير من مالك بيراميدز الإماراتي سالم الشمسي يعلن فيه عن سحب استثماراته في مصر بعد هزيمة بيراميدز أمام النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على بيراميدز ب3 أهداف مقابل هدفين اثنين ليرتفع الأهلي في رصيده من النقاط إلى 60 نقطة، وهذا الذي جن جنون مالك بيراميدز الإماراتي سالم الشمسي، الذي أدلى بتصريحات لقناة الشرق الإماراتية وقال: منافسة الأهلي صعبة جدا في مصر، وعلى أي نادي ينافس النادي الأهلي. الأهلي خصم صعب للغاية سواء في مصر أو إفريقيا، ولكن أنا أغضبني صراحة الحكم الأسباني الذي احتسب ركلة جزاء من وحي خياله لصالح حسين الشحات، ودي كانت نقطة تحول المباراة لصالح الأهلي. ولكن نحن افتقدنا شخصية البطل أمام الأهلي، وهذا الذي يميز الأهلي على بيراميدز. وسأله الصحفي وقال له: هل ستسحب استثماراتك من مصر إن لم يتوج بيراميدز بالدوري؟ فرد وقال له: بصراحة أنا صرفت فلوس كتير وأموال طائلة على بيراميدز حتى يتم تتويجه بالدوري، وأنا مفيش في إيدي أي حاجة، ولو الأموال ديت استثمرتها في الإمارات في أي نادي سأكسب الدوري الإماراتي مرتاح. لا يوجد أي نادي في مصر قادر أن يقف أمام النادي الأهلي. وروحوا واسألوا الزمالك، شوفوا الأهلي بيعمل فيه ايه. شفنا الزمالك انسحب قدام الأهلي عشان خايف يواجه الأهلي، وبصراحة الزمالك هو اللي فوق الأهلي عشان راح انسحب قدامه واداله راحة للعيبة. الأهلي اللي بيلعب كل 3 مباريات اداله 3 نقط على الجاهز، والمشكلة الكبيرة جايين بعد كل ده يشجعوا بيراميدز. اهو بيراميدز خسر هو كمان بسبب تشجيع الزملكاوية لينا. وبصراحة أنا بفكر في بيع النادي وسحب استثماراتي نهائيا من مصر في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي. لكن لو الأهلي مش موجود أكيد كانت هتبقى الموضوع سهل، وكان سيحظى بيراميدز بشعبية كبيرة جدا، ومش فقط شعبية لا، وانتصارات وحصد ألقاب كتيرة. لكن في ظل وجود الأهلي لن يحدث هذا أبدا، لأن الأهلي عنده شخصية البطل وشخصية النفس الطويل، وعارف ازاي يهزم المنافس، وعارف ازاي يحصد البطولات. وده واضح جدا في افريقيا وفي مصر بعدد انتصارات الاهلي سواء بقى بالدوري او بكأس افريقيا. انا حزين للغاية لانسحابي من هذا الاستثمار، ولكن سأنتظر لنهاية الدوري حتى ارى يا ترى ممكن الاهلي يخسر اي